يا ليلة العيد أنستينا وجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة حبيت اشارك معاكم يوم الوقفة بالليل، وكملت معاكم يعني كام لقطة كده من العيد. اول حاجة هنا بقى كنت بقى خلاص يعني هبتدي بقى اجهز الحاجات دي بقى بعد ما خلاص الرؤية بانت وقالوا من العيد الجمعة. هنا بقى دي شوكولاته كده كنت جايبه العلبه على بعض، سعرها كان حلو قوي، والشوكولاته دي انا بحبها جدا. ف انا ما جبتش حاجات كتير لان في بقى كحك وبسكوت وكده، فمش هينفع يعني الحاجات دي جنب دي تبقى كتير او اوفر. وجبت بقى مقرمشات. هنا بقى جبت البونبونيره عشان احط فيها الشوكولاته. عايزه اقول لكم بجد الواحد هو بيحط يعني بيجهز الحاجات دي بيبقى فيه كده. انا بقى يعني انا بحب كده، يعني ما اعرفش، بحب ان انا بقى اقعد اجهز الشوكولاته ومش عارفه ايه، يعني حاجات البسيطه دي واللبس وكل الحاجات دي. الحاجات دي احنا متعودين عليها، يعني الواحد متعود عليها من واحنا صغيرين، مش حاجه جديده يعني. فهنا بقى كده حطيت الشوكولاته، وهنا بقى كنت هحط الكحك والبسكوت والحاجات دي. انا ماما كانت جايبالي كحك وبسكوت وحاجات زي كده، بس انا حطيت من اللي انا جايباه. انا اشتريت برضو حبه مش كتير يعني، بس اشتريت حبه كده لان في اماكن معينه بحب اكل الكحك بتاعه والبسكوت برضو. المهم هنا بقى كنت هحط في الشايله الصغننه دي المقرمشات والحاجات دي، بس قلت لا خلاص احط في الطبق ده المقرمشات. الطبق ده اللي انا كنت موريه لكم كنت مشترياه وكنت مخليه للعيد، فحطيت في ده المقرمشات. وقلت بدل ما احط الكحك والبسكوت في شياله كبيره، واحنا احنا في البيت مش كتار يعني. وفي نفس الوقت لو حد جه ممكن احط بقى انا ازود احط في اطباق وكده، لان انا ما اعرفش، ما بحبش انا احور الشاله، لان يعني عايزه اقول لكم ان الشاله دي ببقى حاطه فيها عشان احنا ناكله في نفس الوقت. انا ما بحبش الحاجه تبقى علينا واكل منها، ما بعرفش نهائي خالص، ما اعرفش ليه، بس انا ما بعرفش. هنا بقى كنت جايبه غريبه وبسكوت زي ما انتم شايفين كده، ده كان نص تقريبا، نص. وكنت جايبه بقى كحك وبتفور عادي، فقلت بقى احط على قدنا اللي احنا هناكله في الوقت ده، ولما حد يجي بقى ازود واحط عادي في اطباق او كده، لان بصراحه زي ما بقول لكم انا ما بعرفش اكل حاجه عريانه خالص. سليم قاعد جنبي وانا بسجل مش راضي يسكت. المهم انا بقى حطيت الكحك. احلى حاجه في الكحك والتغليف بتاعه ان هم حاطين الكحك كده في القبات اللي هي اسمها ايه، بتاع الكب كيك، فحلوه قوي. بحب قوي البسكوت ده. سليم تقريبا حالف ما يخلينيش اصور اسجل، او مصر ان هو يتكلم في الفيديو يعني زي ما انا بتكلم. المهم كنت بقول لكم ايه، بحب البسكوت قوي ده، اللي هو بيبقى بسكوت شاي كده، بيبقى طعمه حلو قوي وفي زبده كده تحسوه غني قوي، فطعمه حلو جدا. ده كنت طالباه اونلاين، حاجتهم حلوه قوي. والغريبه تحفه، غريبه ناعمه جدا. انا بصراحه ما احبش اكلها من اي مكان، ولا هي ولا البسكوت. بس يعني الناس دي انا يعني قبل رمضان كانوا عاملين تيستات، يعني حاجات كده اطباق صغيره، كانوا عاملين فيها بقى يعني تشكيله كلها بقى بسكوت وبوتفور وغريبه وكحك وكده، بحيث الناس تدوق، عشان طبعا اللي عايز يحجز العيد وكده. فطبعا جربت في الحاجات بتاعتهم تجنن. انا جبت من جروبين والاتنين حاجاتهم حلوه قوي قوي قوي، فبجد تحفه. فحطيت هنا بقى الكحك والبسكوت، واحط فوق البوتفور والغريبه. انا بحب الشايله دي قوي، حجمها صغنون كده وشكلها حلو قوي، فبصراحه تحفه. انا كنت جايبه شياله دانتيل كده ابيض، بس كان يعني بعد كنت جايباها في ايام الفرح برضو، كانت خامتها اكليريك، بس جيت اركبها كان في حاجه فيها ناقصه، بس يعني ما عرفتش اركبها خالص. فبقيت استخدمها بقى، لو استخدمها كاطباق او كده يبقى شكلها كويس. فقلت ان شاء الله برضو، قلت ان انا ممكن اطلعها، بس انا ما طلعتهاش يعني، لان انا عندي
حاجات يعني اشكال تانية كده، فقلت ممكن ابقى احط فيها لو حد جه او كده. المهم هنا بقى حطيت الغريبة. فده كده كان شكل الحاجات اللي انا حطيتها. هنا بقى طلعت السليم بيجامة العيد، وده اصلا كان يعني ده انا مصوراه تقريبا كان العصر. كنت هلبسه البيجامة دي، وكنت هلبسه الصندر ده عشان كنا هنروح يعني عند ماما كده وبابا، كنا هنفطر هناك. المهم بعد بقى ما جينا وكده حطيت بقى الحاجات. دي بقى كده الواحد لازم يروق على نفسه. دي بقى التواكل اللي انا جبتها. دي كده مسكرة شفافة حلوة قوي، شكلها حلو قوي، شايفين شكلها مبهج كده، الغطا بتاعها تحفة في جليتر وحلو قوي. وده الاكلادور اللي انا بحبه، وده بحبه قوي، اللي هو هو زي مرطب كده وبيدي لون بس حلو قوي. ف يعني اللحظة دي بتبقى حلوة قوي، الواحد بقى خلاص بقى يعني خلصنا تنظيفات وخلصنا فرش الشقة، خلصنا كل حاجة، فيستجم بقى الواحد. المهم هنا كنت بصور حاجات كده اللي هي الصغيرة اللي بتاع الانستجرام دي. هنا بقى كان التكبيرات بتاع العيد اشتغلت. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم بألف خير، وينعاد علينا يا رب الأيام دي بخير وصحة، وكل الناس تبقى كويسة يا رب. هنا بقى قلت اعمل مج شاي عشان كنت اروح اصلي العيد، فكان لازم افوق لان انا في الوقت ده ما نمتش غير هي نص ساعة بس. ورحت بقى صليت وكده، وجيت قعدت قعدنا بقى شوية وعيدنا وكده ونمنا وهكذا يعني. المهم فقلت طبعا اعمل مج شاي، حاجة يعني تفوقني وكده، لان انا يعني ما كانش في وقت ان انا افطر، يا دوبك كنت هفوق يعني اشرب شاي كده واكل بسكوتة واروح عشان الصلاة. بجد كانت اجواء مبهجة مبهجة وحلوة قوي قوي. يا رب يعني الايام دي كده تيجي علينا واحنا بألف خير يا رب. والحمد لله الحمد لله على شعائر فعلا الاسلام، الحمد لله ان احنا مسلمين. انا سبت الفيديو ورحت حتة تقريبا مش عارفة. كنت تقريبا مش عارفة، كنت تقريبا بصحي سليم عشان يلبس كده يعني، لان كنت سليم اول مرة، يعني دي اول مرة يروح يصلي العيد، لان سليم يعني هو اتولد والدنيا اتقفلت، يعني ساعتها البلد اتقفلت وكده، ربنا يا رب ما يعودها ايام. فهو اول مرة يحضر صلاة عيد وكده. وبرضو يعني هو كمان دلوقتي بدأ يكبر شوية، فبدأ اللي هو يعني اقدر اخده معايا في مكاني وكده. ما شاء الله كانت فعلا مبهجة ويعني حلوة قوي. هوريكم بقى دلوقتي، هوريكم احنا هنلبس ايه واحنا رايحين نصلي. فهنا بقى الحمد لله عملنا الشاي بنجاح. دي كده الجلابيه اللي كان سليم هيلبسها، ودي برضه اللي انا كنت هلبسها، وكنت هلبس السليبر ده ومعاهم الطرحه دي. بعد بقى ما نمنا وصحينا وكل حاجه تمام، هنا بقى اخيرا طلعت سليم طقم العيد بتاعه. هو طقم كده وجاي مع الشنطه بتاعته، كان هو تقريبا لا مش من شيء، من انا نسيت، بس هو مستورد يعني. المهم ومعاه الكوتش الابيض ده، وده كده كان الطقم برضو بتاعي كان اخضر برضو، احنا الاتنين يعتبر لابسين اخضر. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون